السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو اذا ما كنت مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة صحيحة وضابطة 100% لعمل خبز السلس، خبز التست بطريقة ناجحة. اوكي، بطريقة ناجحة وعجين ناجحة 100%، طري وناعم. شوفوا كيف من داخل لما تقطع راح تلاقيه كل شيء متماسك، وطراوة لما تاكله يذوب في الفم. هذا هو الخبز التست او خبز السلس الاصلي، افضل واحلى من المطاعم او المخابز. خرافي. شوفوا كيف من داخل، شوفوا يا رباه. بوم. اوكي، راح نتعلم كيف نسوي هذا بطريقة جدا سهلة. فيلا. اوكي، نضيف كوب الا ربع حليب، 180 مليلتر او جرام حليب، نحطه في الوعاء المناسب، ونضيف عليها ملعقة صغيرة خميرة جافة بهذا الطريقة. اوكي، نضيف 2 ملعقة كبيرة سكر 25 جرام بهذا الطريقة. اوكي، الحين تضيف ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة مذابة او 25 جرام، يعني الزبدة يكون على درجة حرارة غرفة او مذابة، او يمكن استخدام زيت. اوكي، الحين نخلط جيدا حتى كل شيء تتجانس المواد. اوكي، نضيف بيضة واحدة بهذا الطريقة. اوكي، نضيف كوبين ونصف لثلاث اكواب دقيق 350 جرام تقريبا. اوكي، بهذا الطريقة راح نخلط المكونات حتى يعطينا عجين متماسك. نتضارب مع العجين بوكسات وضربات حتى يعطينا عجين لين بهذا الطريقة. شوفوا راح نكوره بهذا الطريقة. مثل ما تشوفون هذا هو العجين، ناعم وطري وما تلتزق باليد. اوكي، نحطه في الوعاء ونضيف عليها شوي زيت. ليش؟ حتى ما تلتزق لما تتخمر العجين، ما تلتزق في الطاسة او الوعاء. بهذا الطريقة راح ندهن الوعاء ونحط العجين داخله ونقلبه. راح نضيف سطح العجين ايضا بالزيت حتى ليش ما تلتزق العجين. اوكي يا شباب، الحين تحتاج ساعة حتى تختمر. راح نضيف هذا العجين، راح نغطيها ونحطه في تحت بطانية لمدة ساعة حتى تختمر بهذا الطريقة. اوكي، قبل ما يختمر راح نجهز قالب خبز التست او خبز السلس. بهذا الطريقة راح ندهن القالب حتى ما تلتزق. بهذا الطريقة راح نقلب، راح ندهنه بالزبدة وراح نرش عليها طحين خفيف. بهذا الطريقة راح نترس الطحين حواليه واطراف وداخل وجانب وكل الاطراف، نرش بالطحين الخفيف على الزبدة بهذا الطريقة بعد ما ندهن القالب. اوكي، الحين بعد ما اختمر لمدة ساعة رجعت لكم. الحين راح نتضارب للمرة الثانية، نعطي بوكسات للعجين بهذا الطريقة. راح ندلكها بهذا الطريقة حتى يعطينا عجين ناعم وطري جاهزة لعمل خبز التست. شوفوا هذا هو العجين خرافي. اوكي، راح نروح لسطح العمل. راح نضيف طحين بهذا الطريقة، نرش طحين خفيف يا شباب. حاول انك لا ترش طحين وايد، ترش طحين خفيف بهذا الطريقة. راح نحط العجين وراح نسوي ندلك العجين حتى يعطينا على قد القالب. راح نحط القالب، راح نسوي مقاس القالب.
اوكي راح ندلك العجين حتى يعطينا على شكل مستطيل او مربع على الشكل القالب بهذا الطريقة. اوكي نفس ما تشوفوا راح نسوي مستطيل بهذا الطريقة. شوفوا الحين هو العجين جاهز. اوكي راح نلفه بهذا الطريقة، راح نسحب ونلف، نسحب ونلف بهذا الطريقة. راح نجمع العجين، اول شيء نسحب ونلف، نسحب وراح نعدل. اوكي الناس ما تشوفون بعد ما لفينا العجين راح نسكر المكان اللي مفتوح بهذا الطريقة. اوكي ناس ما تشوفون راح نعدل عليها، راح نخليها على الشكل متساوي ومتماسك بهذا الطريقة. شوفوا راح نسكر الفراغات او المكان المفتوح بهذا الطريقة. اوكي راح نضبط العجينة السلس او عجينة الخبز التست بهذا الطريقة. اوكي بعد ما تنتهي من ضبط العجين راح تضيفه في القالب. اوكي بهذا الطريقة راح تضيفه في القالب. اوكي الحين راح تسكر القالب وتخليه يختمر للمرة الثانية لمدة 45 دقيقة تقريبا، هذا خاصة إذا درجة حرارة حارة. اوكي الحين بعد 45 دقيقة رجعت لكم للمرة الثانية، اختمر، راح تتضاعف حجمه بهذا الطريقة. راح نسكر عليها، راح نروح للفرن ونضيف العجين القالب في الفرن. طبعا راح تحط درجة حرارة 200 درجة حرارة، يعني الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200. اوكي تحط لمدة 20 دقيقة، اخر 10 دقائق تخلي الدرجة حرارة 180 وتنتظر لين ما يتم تحضير. هذا هو بعد 20 دقيقة رجعت لكم يكون السلس او الخبز التوست جاهزة. هذا هو شكله رهيب خرافي مستوي ناعم وطري، جاهزة للأكل، جاهزة لعمل السندويشات. وبس هذا هو المقطع. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة